قبل بداية مباراة الترجي ونادي الزمالك الأجواء مشتعلة خارج الملعب بسبب تصريحات لاعب التونسي السابق خالد القربي. اللي ما يعرفش خالد القربي الحقيقة برضه أنا مكنتش أعرفه، يعني هو لعيب مش مشهور ومش معروف. مش فرجاني ساسي، مش علي معلول، مش يوسف المساكني. لعيب ملوش أي تاريخ يعني في الكرة، أو لعيب مش لعيب مؤثر في الكرة التونسية، فما عرفش يبقى نجم في الملعب، فحب يبقى نجم خارج الملعب، بإن هو يعمل ترند وإن هو يفضل يتكلم عن الزمالك ويغلط في الزمالك ولاعيبة الزمالك ورئيس نادي الزمالك. الحقيقة الأول نشوف الفيديو عشان إيه نرجع نتكلم ما مع بعض. يخص مواجهتي الترجي والزمالك يعني في تونس وفي مصر. مرتضى منصور صديق خالد القربي كانت عنده تصريحات، قال انه مباراتي الترجي في دوري ابطال افريقيا مهمتين، متفائل لاننا فزنا عليهم من قبل في تونس، لكن المهم ان تكون الجماهير حقيقيه وراء الفريق. قال زي ما شفنا دي مقدمة الفيديو ان دي في قناة فيها مذيع واتنين يعني اتنين محللين، هو خالد القربي ومعاه حد تاني. المذيع بيقول خبر بيقول ايه ان نادي الزمالك بيرصد مكافآت ونادي الزمالك اللي هي رئيس الزمالك بيقول ان احنا بنأمل ان احنا نكسب الترجي الماتشين في ارضه وفي ملعبنا. فكلام عادي، كلام عادي، واحد رئيس نادي بنفسه يعمل كده او امنيته كده. كلام ما فيهوش اي غلط في نادي الترجي ولا غلط في اي حد. تمام، فهنشوف بقى خالد الكورب رد قال ايه. مباراتين تفرجت في الزمالك والمريخ. شويه مش برشا انا الحقيقه تفرجت في ماتش كامل والمريخ مم. ضيعت برشا كور. مم. نقول لك حاجه، الزمالك فريق اضعف فريق في الحلقه، في المجموعه في المجموعه اضعف من اضعف المريخ فريق مش يعني. في المجموعات الكل. مم. ما عنده حتى ستيل دو جو، بالحق. وقسما بالله تفرجت فيه ما عنده حتى ستيل دو جو. صحيح هو صحيح قربي. قسما بالله هو عنده والرئيس هذا نقول لك حاجه هو كبر عنده وخرف. قسما بالله باهي تو اسمع معناتها يهاجم استنى مرتضى منصور. دقيقة، ليه دقيقة برك، باهي. معناتها تو يحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي هي تو عندها الاسبيرونس، عندها تو 6 بونت. 6 نقاط، شوف واللي تقدم معناتها ربحت بالوزداد اللي هو معناتها فافوري على اللي الزمالك. ربح الزمالك في الزمالك. فوالا معناتها ولا ولي ريزولتا نتاعو في الشامبيونا كاتاستروف. مم. معناتها فهمت انا كيفاش باش يربحها، ما عندوش اليات وما عندوش حاجه ابار زيزو وبار الجزيري نتاعنا شويه. ما فماش شاكابالا كبر في العمر يجري بالسيف، ما لا عندوش حاجه هي اليات ما ناقصه، ينجمش. هي ناقصه الافكتيف. هو حتى البنك بتاع الاسبيرونس اقوى من الزمالك تويك حاليا، البنك بتاع الاسبيرونس اقوى. طيب زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو كده، طبعا في كلام كتير فرنساوي، انا هحاول اقول لكم اللي انا فاهمه منه، لان في حاجات انا مش فاهمها. يعني كلمه ستيل دي جي دي انا مش عارف ايه هي، وده انه يحلف كده كتير. هو بيتكلم ان ماتش المريخ والزمالك ان المريخ كان احسن والزمالك بيقدم، قال لك شامبيون كاتستروف، دي بطوله كارثيه، يعني الزمالك بيقدم بطوله كارثيه في الموسم ده. انا ما عنديش اختلاف عليك، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده كله مظبوط. بس تيجي عند بقى نقطتين ثلاثه هنتكلم فيهم دلوقتي. هو بيقول لك رئيس نادي الزمالك عشان طلع قال ان احنا ممكن نكسب الزمالك، ممكن نكسب، قصدي الزمالك يكسب الترجي في الماتشين، ان هو كبير وخرف. يعني بقول لك كبر وخرف. يعني فين الاحترام والادب ان انت واحد بتكلم واحد في سن، مش هقول لك ابوك، ده في سن جدك. فين الاحترام والادب اللي انت بتتكلم بيه؟ تمام. بتكلم واحد ده رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك، ان انت هتعيش عمرك كله مش هتقدر تحقق البطولات اللي حققها الزمالك. معاه 5 تشامبيونز ليج. انت تقريبا مسيرتك كلها ما تقريبا ما جبت ما بطولة تشامبيونز ليج واحدة، ويمكن انت اصلا ما شاركتش فيها، لان كل تاريخك كله انت لعبت 10 15 سنة. اعتزلت وانت عندك مش عارف 32، اعتزلت في 2017. هو على فكرة اكبر من شيكابالا بسنة، يعني اكبر من شيكابالا بسنة. اللي هو شيكابالا بيتكلم عليه ده، شيكابالا لسه لحد دلوقتي بيلعب. هتقول لي اصل ما بيقدرش يجري ومش عارف ما بيقدرش يجري ازاي ومودريتش ده اللي 37 سنه برضه ما بيقدرش يجري، ورونالدو برضه ما بيقدرش يجري. انت عندك مشكله، انت اعتزلت بدري لانك انت مش قادر، فما تجيش بقى تلوم على الناس التانية ان هي مش قادره. شيكابالا يلعب 90 دقيقه او يلعب 200 دقيقه كمان. ده اولا. ثانيا انت لما تيجي تتكلم عن رئيس نادي الزمالك تتكلم بادب. انت عارف، انا عارف مشكلتك ايه. انت مشكلتك ان انت اصلا مبطل كوره، يعني خالد الكوربي ده بطل كوره بسبب فضيحه اخلاقيه، بسبب مشكلة جاله شطب من الاتحاد التونسي. قعد سنة ونص جاله شطب كده من الاتحاد التونسي. ليه؟ عشان هو مش محترم داخل الملعب. فزي ما قلنا هي دي مشكلتك يا خالد يا قربي، هي دي مشكلتك. انت دلوقتي ما عرفتش تبقى بطل في الملاعب، فعايز تبقى بطل بره الملعب، عايز تبقى ترند، عايز تبقى نجم.
انت كل تاريخك كله، تاريخه كله من يوم ما بدأ كورة لعب في الملعب التونسي، لعب في الترجي، وبعد كده راح قطر لعب في السيلية والوقرة تقريبا، وبعد كده رجع لعب في النادي الأفريقي، ولعب في الملعب التونسي. تمام. كل الأندية اللي لعبها دي يا جماعة تخيلوا جاب كام جون؟ كل تاريخه هو لعب خط نص، كل تاريخه جاب 10 تجوان، يعني في 15 سنة بمعدل كل سنتين بيجيب جون. يعني فين تاريخك؟ يعني لما تيجي تتكلم عن حد اتكلم وانت مثلا نجم، وانت عندك تاريخ، عندك انجازات. ولما برضه لما تيجي تتكلم عن حد وانت عندك تاريخ وعندك انجازات، تتكلم عليه باحترام وادب، لان الاحترام والادب ده مفروض عليك، مش حاجه يعني انت خدمه بتقدمها. وبرضه يا كابتن خالد، ماتش السوبر، احنا اخر ماتش لعبنا في السوبر كان الزمالك مستواه كارثي، كاتاستروف زي ما انت بتقول بالفرنساوي، عشان عارف الفرنساوي عندك كويس. وكسبنا برضه في السوبر. الكورة ملهاش مقاييس يا كابتن خالد، كورة ملهاش مقاييس، كورة بتعترف بالأداء في الملعب، والعزيمة والإصرار اللي بيبقى جوه الملعب. 11 ضد 11 بيلعبوا، ما لهاش علاقة بالأسماء. والترجي مش الفريق يعني البعبع، الترجي فريق عادي جدا جدا جدا. انا شفت ماتش بلوزداد، فريق عادي جدا، يعني انا مش بقلل منه والله، بس هو فريق عادي، يعني مش فريق وهم، مش ريال مدريد، مش برشلونة، مش مانشستر يونايتد، مش مانشستر سيتي. فريق عادي بيلعب في افريقيا، عنده لعيبه كويسه مفيش مشكله، بس برضه فريق عادي في افريقيا، ومش مرشح كمان للبطوله، زيه زي الزمالك. مش هقول لك الزمالك هو المرشح يعني. فنهدى كده يا عم خالد، وما نعملش فتن، وما نعملش ازمات، ونشحن الجماهير على الفاضي. انا عارف انت ده شغل كده، ده كله شغل سوشيال ميديا وترندات انت عايز تعملها.